ده جيكوب الشهير بجيكوب دايت، اكمنه بياكل في نفسه على طول من ادوارد كولين الشهير بادوارد بياضه اللي خد منه كبدته ايزابيلا سوان الشهيره ببيلا واللي عندها 18 سنه. وتقدر تشوف الثلاث اجزاء القديمه من على الفيسبوك او اليوتيوب او الانستجرام. بيصحى دايت في يوم من النوم على جواب بيجيله بيعصبه وبيضايقه، فبيطلع يجري ويتحول لديب عشان الكمان ما تقفشوش، وبيطلع ابوه وراه وبيشوف الجواب اللي مرمي على الارض، فبيقوم قايل استدعى تاني وبيمسكه، فبيلاقيه كارت 4 في 6 مكتوب عليه بنبارك ونهني بمناسبه فرح ابننا على بنتنا والحنه في قاعه اللؤلؤه. بتبتدي بيلا تتمرن على الكعب ولبس الجواز بتاعها من ادوارد، فبتدخل عليها أليس اخت ادوارد وتقول لها ده احنا ما شفناش حلاوه زي كده قبل كده عشان ما فيش حلاوه جت قبل كده زي كده. وبتقول لها بيلا ان الكعب والحاجات دي بتضايقني، هو انا لازم البس فستان يعني؟ فأليس قالت لها والنبي لو عليا انا كمان نفسي احضر ببكيني، بس ادوارد مش هيوافق صدقيني. فقالت لها ايه ده بيغير عليا؟ قالت لها لا اصل ادوارد اخويا منسون اكتر منك فمش عايز حد يعلي عليه. بتبتدي بيلا تظبط جهازها، ومره واحده بتبص بتلاقي بياضه ظهر لها بعد ما صبغ شعره وبشرته، فبتقول له في ايه بقى يا عم ما تشيل شويه لبعد الجواز وكفايه. فبيقول لها انا جاي اقول لك كام حاجه ما تعرفهاش عني. زمان اول ما اتحولت لمصاص دماء وقبل ما اقدر اتغذى على دم الحيوانات كنت شخص شرير وبغيض. قالت له عادي يا حبيبي طالما انت بتتغير للافضل. قال لها وكنت بتغذى على بشر ولكن كلهم كانوا قتالين قتله. فقالت له عادي يا حبيبي ولا يهمك ما انت لازم تتغذى برضه. قال لها وكنت بجيب شعر على جنب. فقالت له اطلع بره اوضتي بعد اذنك وما تتكلمش معايا تاني. بيجي يوم الفرح وبيجي تشارل ابوها عشان يدخل بيها، واول ما بيشوفها ادوارد بيبص لها ويقول لها ده احنا ما شفناش نسوان زي كده قبل كده عشان ما فيش نسوان جت قبل كده زي كده. فبيقوم جيكوب داخل الفرح ويقول له لا شفت يا حبيبي. فقال له فين يا دايت؟ فدايت قال له في المرايه. بيقرر دايت انه يحضر الفرح عشان يدخل السرور على قلب بيلا، وبتجري بيلا تنط في حضنه وبترقص معاه، فبيسيبها بياضه عشان تستمتع بوقتها مع صاحبها عشان هو ابن ناس ومتربي. وبيعرف جيكوب من بيلا انها لسه ما اتحولتش لمصاص الدماء زي ادوارد، وانها هتقضي معاه شهر العسل وهي انسانه وبعد كده تتحول لفامباير لو ربنا اراد. فبيتعصب جيكوب ويقول لها بس ده خطر على صحتك، هتقضي الهانيمون مع خفاش. وبيقوم قافش في دراعاتها، فبيجي بياضه يتخانق معاه ويقول له انت عبيط ولا ايه؟ انت ماسك مراتي في ايدها وانا موجود؟ انت فاكرني مش راجل؟ فدايت قال له انا افتكرتك راجل. قال له ليه يا حبيبي فاكرني مش هعرف احميها؟ فدايت قال له انا افتكرتك هتعرف تحميها. فقال له مش هقدر احميها ليه ان شاء الله فاكرني مش راجل؟ فقال له انا افتكرتك راجل. فبياضه قال له ليه ان شاء الله فاكرني مش هعرف احميها؟ فدايت قال له انت اللي زيك مش هيعرف يحميها، انت كبيرك تغطيها بيلا يعني. بيخلص الفرح وبتودع بيلا ابوها وامها وبتركب مع ادوارد اللي بيطلع على السكه الزراعيه بتاعت امريكا ومنها على ريو دي جانيرو، وبيقوم مركبها اللانش وطالع بيها على جزيره وبيقول لها دي جزيره ازمي. كارلايل اللي المفروض ان ابويا قدام الناس اداها لي هديه جوازي. فقالت له الله يمسيك بالخير يابا، اداني بعد الفرح باكيت شاي عشان لما نروح الفندق ما ندفعش ثمن المشاريب. وبيدخلوا الجزيره وبتشوف المكان اللي هيقعدوا فيه وبتدخل الاوضه اللي هيقعدوا فيها، فقامت قايله له الله يمسيك بالخير يابا لو كان شاف العز اللي انا فيه كان اتجوزك هو. وبيدخل بياض عليها ويقول لها وانا مش خفاش؟ فقالت له اه. قال لها قولي لي يا باتمان. فقالت له كلها كام شهر يا حبيبي ونقرر. بيقضي ادوارد وبيلا شهر العسل بتاعهم ضحك ولعب وجد وحب وشقلباظات لحد ما بعد اسبوعين وبيلا واقفه بتقرمش القرقوشه بتاعت الفرخه، بتبص بتلاقي الفراخ لسه بدمها، فبتقرف وبتروح ترجع في الحمام اللي في الصاله. انا مش فاهم هو الحمام مكانه هنا بيعمل ايه بس تمام. فبيجري ادوارد عليها ويقول لها في ايه؟ فبتقول له لقيت دم في القرقوشه. فقام قايل لها ايه ده فين؟ فقالت له بقول لك كلت الفرخه بدمها. قال لها يا بختك هو حد لاقي؟ ولكن بتكتشف ايزابيلا انها حامل بعد اسبوعين بس من جوازها، وبتكتشف كمان اللي في بطنها ده مش كائن طبيعي وانما ده نص انسان ونص خفاش. وبيعرف ادوارد فبيقول لها هبقى اب، وبتقوم حاطه ايديها على بطنها وتقول له الواد بيلعب. فقال لها ده احنا ما شفناش ولاد زي كده قبل كده عشان ما فيش ولاد جت قبل كده زي كده. فقالت هو ما فيش ولاد جم زي كده قبل كده فعلا. وقامت قايله له ادوارد انا جعانه، الواد باينه بيتوحم على شاورما فراخ. فقال لها السيخ عندك بره اهو قطعي كلي. بيحس دايت ان في حاجه غلط خصوصا ان الهانيمون بتاع صاحبته خلص والمفروض ترجع عشان يستلم الشيفت بتاعه. فبيطلع على بيت عيله كولين عشان يشوف في ايه، فبيكتشف ان بيلا بقت حامل. فبيجري على بياضه وهو متعصب وبيقول له انت اكيد شربتها حاجه. ولكن بيلا بتقف فبيلاقي البيبي اللي في بطنها بقاله شهر ده بقى في حجم طفل في ثالثه اول. فبيقول لها ايه ده يا اسطى انت حامل في الزعمه؟ بيعرف جيكوب منهم ان العلبه فيها فيل وان الولد ده بيكبر بسرعه مرعبه وانهم حتى مش عارفين يعملوا له اشعه يعرفوا هو عباره عن ايه ده اصلا. وبياخد بياضه دايت بره في الجنينه اللي بيزعق له ويقول له انا كنت عارف انك هتاذيها والله لما اتجوزتها قبل ما تحولها لفامباير. فبيقول له بياضه انا حاولت امسك نفسي والله بس ما عرفتش، ما حدش بيشتري التفاح ويسيبه يخلل. فدايت قال له انا امي بتعمل كده عادي. فبياضه قال له عرفني عليها. فجيكوب قال له عارف يا ادوارد؟ فقال له لا مش عارف. فجيكوب قال له ولا انا. وبيقول له ادوارد انا عايزك تتكلم معاها وتقنعها انها تغير كلامها وتوافق تنزل الولد دلوقتي عشان ما تموتش. فقال له واشمعنى انا؟ فادوارد قال له هقول لك اخر السنه. وبيدخل جيكوب يتكلم مع بيلا ويقول لها بصي يا بيلا يا حبيبتي انت لازم تنزلي البيبي، اصل فريدي طلع شبه ابوه يعني ساعتها هيبقى خفاش وشبه ابوه فممكن ينتحر اصلا. فقالت له طب ما هو ممكن يطلع شبه يا اسطى. فقال لها يعني بياضه هيبقى معاه اتنين منك؟ ما هي كده الدنيا فعلا بتدي حظها اللي يفرح
للمقرح. بيجري جيكوب على الغابه بعد ما بيتحول لكلب بلدي وبيروح وسط اصدقائه الذئاب ويقول لهم اللي حصل وان الولد ده بيشكل خطر علينا وعلى البشريه كلها. فبيجي سام المختفي في زي كلب بلدي برضه بس اسود ويجمع باقي القطيع ويقول لهم بيلا لازم تموت هي واللي في بطنها. فقام جيكوب فضل يعوي كده ويقول ايه ده انتوا مش هتستنوا الواد ينزل وتقتلوه؟ يا جدع انتوا افتكرتوا ايه؟ بس انا مش قصدي على ايزابيلا سوان، انا قصدي على ايزابيلا ابو الحسن جارتنا اللي بتلبس العبايه دي. عارف يا سام؟ فقال له لا مش عارف. فجيكوب قال له ولا انا. وبيطلع جيكوب يجري في الغابه وهو باصص وبيدور على الارض يمكن يلاقي نفسه. بيطلع دايت جري على بيت عيله كولين عشان يعرفهم باللي حصل، وبيجي وراه سيث صاحبه اللي قرر يقف في صفه. فراح جيكوب قال له ده احنا ما شفناش اخلاص زي كده قبل كده، لان ما فيش اخلاص جه قبل كده زي كده. وبتيجي ليا اخت سيث الكبيره تنضم لهم. فدايت بيقول لها انت جايه هنا تعملي ايه؟ فقالت له اعمل زي الناس. فقال لها في الغابه بقى مش هنا. قالت له لا انا قصدي جاي اعمل اللي لو اي حد مكاني هيعمله. فقال لها ما كلنا زي بعض يا اسطى. قالت له انا جاي اخد بالي من اخويا الصغير. فبيطلع بياضه يقول لها تمام هناخد معانا شنطه فيها الاسلحه وشنطه فيها الغيارات، امشي يا بت انت من هنا. فقالت له انا عارفه خطه الهجوم بتاعت سام. فقال لها مش تقولي كده من بدري. وبيعرف بياضه ان دايت هيقف في صفهم ضد قبيلته عشان يحمي بيلا. فبياضه قال صدق اللي قال دي للديب عمره ما يتني. بيبتدوا بقى يستعدوا للهجوم اللي هيحصل عليهم. وبيعمل كارلايل اشعه على بيلا وبيقول لها ان الطفل ده بيكبر بسرعه لدرجه انه بيكسر جسمك من جوه لبره. فقالت له ابني يعمل اللي هو عايزه. فقال لها بس هو ما بيخليكيش تاكلي اصلا وبياكل غذاء جسمك كله. فقالت له مش مهم ما انا وابني ايه مش واحد. فبص لبطنها كده وقام قايل لها لا انتوا 5. وبيقرر كارلايل انه يشرب بيلا دم عشان ابتدت تحس ان ابنها عطشان والسريلاك ده مش جايب نتيجه معاه. فدايت بيقول لهم ايه ده في ايه وهتجيبوا الدم منين؟ فقال له من جوه. فقال له ايه ده انتوا عندكم دم بقى؟ فقال له قصدك ايه؟ قال له عارف يا كارلايل؟ قال له لا مش عارف. فجيكوب قال له ولا انا. بيدخل بياضه على بيلا وهي تعبانه فبيلاقي بطنها تعبانه اكتر. فبيجري يجيب الكاميرا ويجي جري عليها. فبتقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول لها هنعمل زي مريم فارس. وبيشوفهم دايت من بعيد وهو في حضن بعض. فبيقول يعني تدي كل حاجه للخفاش وتيجي عندي تقول لي ما تبقاش. وبيلاقي كارلايل بيناديله ويقول له بتعمل ايه؟ فقال له الدكتور قال لي اقعد في حته تروح. بتبدا الحرب بين الفريقين ولكن جيكوب بيطلع لعشيرته ويقول لهم يا جماعه ادوني مهله لبكره الواد يتولد ونتاكد ان بيلا هتقوم بالسلامه وساعتها انا هدمر الواد بنفسي. فسام قال له انت واثق من اللي بتقوله؟ فقال له عيب عليك الموضوع كله في قبضه يدي. فقال له ماشي هنستناك تدمر الواد بس وبيلا هنعمل معاها ايه؟ فدايت قال له بيلا مش محتاجه حد يدمرها هي دمار لوحدها. بيرجع جيكوب للبيت وهناك بيلا بتقول له انا قررت لو هجيب بنت هسميها رينيزمي ولو ولد هيبقى اسمه اي جي. فقال لها هي مش الاي جي دي المدرسه؟ فقالت له مدرسه ايه ده اول حرف من اسمك انت وادوارد. فقال لها ده انت اللي مدرسه. وقامت باصه لادوارد وسالها ايه رايك نخليها اي جي ولا جي اي؟ فقال لها ايه قله الادب والوقاحه اللي انت فيها دي انت مش سامعه نفسك؟ معقول عايزه تحطي حرف اسمه قبل اسمي؟ ومره واحده بيعلن الوافد الجديد عن نفسه وبيبدا الطفل يقطع جسم بيلا من جوه. فجيكوب بيقول لادوارد لازم تحولها الاول. فادوارد قال له لا لازم نخليها تخلف الاول عشان الواد يطلع على خير. فقال له طب افرض طلعت بنت مش واد هتطلع ازاي؟ فادوارد قال له عادي هتطلع حلوه لامها. وبتخلف بيلا بنت فعلا ولكن اول ما البيبي بيطلع بالسلامه بتقول لهم بيلا مع الف سلامه وبتقوم مشغله الباور سيف مود. بيجري ادوارد على بيلا ويحاول يفوقها ويقول لها ما تسيبينيش ما تسيبينيش. فدايت بص له بعتاب كده فقام قال لها سوري ما تسيبيناش ما تسيبيناش. ولكن بيلا تقريبا بتودع. فجيكوب قال له عارف انا هعمل فيك ايه؟ فقال له عارف هتقتلني. فقال له لا هحتفظ بيك عشان تبقى اي حاجه من ريحتها. وبيطلع جيكوب يعيط بره وبيحاول بياضه انه يعض بيلا يمكن تتحول لمصاصه زيه ولكن سام ورجالته بيقرروا انهم يقتلوا البنت الصغيره عشان هي اللي عملت كده. وبتبدا الحرب وبعدها بيتدخل جيكوب في النص وبيقول مش هينفع تقتلوها. فقالوا له ليه يا اسطى؟ قال لهم عشان اللي يجي على بيت يبقى في نظري واحده ست. فقالوا له سلامه نظرك يا اسطى خلصانه برجوله يا برجوله. وقاموا خدوا بعضهم وروحوا. بتبتدي جروح بيلا تتلم والكسور اللي في جسمها تتظبط وبيبتدوا يجهزوها للتحول عشان تبقى مصاصه زيهم. والمفروض بقى في الجزء الخامس هنحكي لكم هو انا عاد فيا حيل يا باشا. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده والقديمه وتعملوا فولو لاحمد رضا عشان هو اللي منتج الفيديو ده. سلام.